الدلافين برنامج كوميدي ساخر مش بيستضيف ضيوف عادية، لكن الحقيقة إنهم دلافين. في كل حلقة هنكتشف إذا كانوا هيعرفوا يعوموا في بحر الأسئلة والمواقف المحرجة ولا هيغرقوا في دوامة الضحك والهزار. استعدوا لموجة جديدة من الكوميديا. ضيفة أول حلقة معانا في الدلافين هي المذيعة والكاتبة والبلوجر صاحبة برج الميزان والجميلة جدا جهاد التبعي، والمميزة بحبها للتايجر والبطيخ. تعالوا نرحب بجهاد ونقول لها ازيك يا جهاد؟ ازيك يا ميلان؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ الحمد لله. جهاد، كده اول سؤال معانا، بتبدأي يومك ببسمة وابتسامة جميلة كده ولا من النوع اللي بيحط روج ومانيكير اول ما بيصحى من النوم على طول؟ مفيش حد بيعمل كده. ليه مفيش محدش حد؟ بيعمل كده. يعني في بعض التقارير جات لنا ان جهاد تقارير. بتبدأ يومها مم. بشكل وبطريقة مختلفة عن معظم البنات. مم. ايه المميز فيكي لما بتصحي من النوم؟ بقوم اكل. وبعد ما بتاكلي هل في حاجة مختلفة جهاد بتعملها، ليها طقوس معينة مثلا غير بقية الناس؟ بنضف الرملة البيومي. مين بيومي؟ الوقت بتاعي. القط بتاعها. يومك بيبقى ماشي ازاي بشكل عام؟ لا، كل يوم حسب غير التاني يعني. طيب خلينا نخش شوية في بعض التفاصيل كده المتعلقة بشخصية جهاد العملية. مم. وطبعا كنت مذيعة وحاليا بلوجر وكنت كاتبة، ايه اكتر حاجة فيهم بالنسبة لك بتلاقي نفسك فيها؟ لا، مش حاجة معينة. أنا شخصية مزاجية قوي، فحسب الحاجة اللي أنا مرتاحة فيها في وقت معين. اوكي، وشايفة ان ده مش مأخرك شوية؟ يعني كان زمانك وصلتي لحاجة اكبر بكتير مهم. لو كنت واخدة الخطوات بشكل اسرع. مش فارق معايا. جميل جدا. طب ايه اغرب موقف اتعرضتي له في الاذاعة او في البرامج عامة؟ اوكي، كان معايا واحد زميلي، كنا بنعمل تيست للراديو يعني، وقالوا لنا اتكلموا في موضوع ارتجالي، فسيبنا كل مواضيع العالم وعملنا موضوع عن الشباشب. يا زين ما اخترت. كنا بنشبه العلاقات العاطفية بالشباشب، يعني انت وحظك في العلاقة. تشبهوا العلاقات العاطفية بالشباشب؟ تخيل زميلي ده ممكن يكون بيفكر ازاي. كنتوا عاملين زي اسقاط للشباشب المريحة بالعلاقات ان العاطفية العلاقة المريحة. المريحة عاملة زي الشبشب، تقدر تبقى فيها على طبيعتك، اوكي. كأنك ماشي في البيت كده. بس هو التشبيه باظ مننا، بهوأ مننا قوي، بس يعني احنا كان قصدنا كويس، كان نيتنا خير. كان شبشب بصباع ده ولا ايه؟ معرفش والله، اسأله بقى. اسأل زميلي ده. طيب يمكن التفكير الغريب ده شوية او تشبيه بعض الاشياء لا، ما احنا بالعلاقات وغيرها مفضلناش كده، احنا ربنا هو ده كان سبب نجاحك في البرنامج بتاعك؟ مع ان انت كنت البرنامج بتعتمدي على كده؟ لا، واثقه من نفسها، مش واخد بالها كده. لا، ما برنامج نجحش. بحبحة مع جوجو. ما نجحش ساعتها، او ما اعرفش نجح ولا لا، بس يعني كان تمام. احنا سمعنا وسألنا بعض انتوا الناس. سمعتوا انت؟ سألنا بعض الناس وعملنا كده تقرير خفي قبل الحلقة، اوكي. وعرفنا ان البرنامج كان ناجح جدا. كانوا معظم اللي بيسمعوه رجالة وشباب، اشمعنى؟ انا معظم الناس برضو اللي بتحبني رجاله يعني. اللي بتحب شخصيتي. الناس اللي بتحب شخصيتي. يعني ايه السبب طيب؟ السبب ان انا بقول نصايح ليهم، يعني انا المحتوى بتاعي موجه فيه نصايح ليهم اكتر، لانه النصايح للبنات كتير قوي، فاهم؟ اوكي، جميل جدا. طب انت لو ما كنت في سبب تاني. لا، انا عايزه اقول السبب التاني. اتفضلي. السبب التاني ان احيانا البنات، مش كلها طبعا، في بنات زي القمر، بس في بنات بتغير، اللي هو لما بتيجي تتابع واحده تسترخمها من غير ما عملت حاجه، فالرجاله نفسيتهم شويه اطيب في الحته دي. يعني نقدر نقول ان ياسمين عز انتهجت نفس الاسلوب بتاعك لا ونفس لا اللاين؟ لا، ما انا بهاجم الرجاله برضو، بس هم بيسامحوني، يعني الرجاله متسامحين. يعني انا ما اقدرش مثلا اعمل فيديو بهاجم فيه اي فعل للستات خالص، لكن انا لو هاجمت الرجاله في حاجه، يعني مش في كل حاجه، مثلا قلت التصرف ده وحش، هتلاقي في بيقولك وحش، في بيوافق على كلامي، في بيتناقش، بس مش كله بيقوم زي الستات يكرهوني كده، فاهم؟ طبعا في ستات بحبهم قوي بيحبوني، بس انا قصدي ان ردود الفعل بتاعت الرجاله اطيب. اوكي. متسامحين، انتوا متسامحين او ما بتحسوش بحاجه اصلا. ايه السبب يعني يعني من ما وجهة اعرفش ده نظرك؟ تسامح ولا عدم احساس. ولا الطريقة؟ لا، حتى لو الطريقه يعني كويسه. ممكن تكون طريقتك مش هجومية، فبالتالي هم فاهمين ان انت بتنقضي من باب
النقد البناء مش لمجرد الهجوم لا انا اللاذع. ما بنقدش اصلا، يعني انا بناقش الموضوع كده فاهم بشكل عام. مم. طريقتي لطيفه. جالنا من احدى المصادر بتاعتنا مم. ان جهاد كانت احيانا بتتحرش ببعض الرجال، وخصوصا لو الراجل ده شكله حلو وجنتل في نفسه. زي زيو حاجه زي دي. تحرش بيه بقى، يعني تعاكسه، تقول له كلمه حلوه. هل الكلام ده حقيقي؟ لا انا عمري ما اعمل كده، بس ممكن لو حد شكله حلو بالنسبه لي اركز معاه، بس مش هقول. انا عمري ما اقول ان حد يعني لحد حتى لو نوع. بطريقه غير مباشره؟ لا بالعكس، اللي انا بجاملهم يعني انا مم. بحرص ان انا اجاملهم بيبقوا اللي مش حلوين، اللي انا مش ممكن اعجب بيهم. ليه؟ لا بكبر بخاطرهم. يعني مثلا بيصعب ممكن... عليك؟ لا مش بيصعب عليا، انا بعتبره زي اخويا مثلا. لو مثلا زميلي او اي حاجه ممكن اقول له مثلا الاوتفيت ده حلو، اللون ده حلو عليك. بقول بقلب جامد عشان انا ما عنديش اي مشاعر ناحيته، فبجامله عادي. يصدق نفسه مش فيتعلق مهم، بيكي. هو ما يفرقش معايا. يفرق معايا ان انا اكون ذوق، فاهم؟ لكن لو انا معجبه بحد لا انا بحسبها بقى، ما ينفعش اقول وما ينفعش اجامله، يعني فاهم؟ انا هشوف مصادرنا اللي هتودينا في داهيه دي. أوكي. ايه اكتر لحظه حزينه مرت عليكي في الاذاعه، او كانت مكالمه حزينه او رساله اثرت فيكي؟ مفيش مفيش مش فاكره خالص. اصلا. طب واغرب مكالمه جاتلك او رساله جاتلك وقتها؟ مش فاكره خالص. جالنا من احد مصادرنا اللي مش عاجباكي خالص ان انت عملتي مداخله في احدى البرامج الفنيه، كان مستضيفين مطرب بدون ذكر اسماك، وانا هموت واجيب اسماكه كلها بس ما علينا. عملتي المداخله واحرجتيه بكام سؤال لدرجه ان هو قعد يعيط وساب اللقاء ومشي. ممكن تحكي لنا شويه عن نوع الاسئله، لان في ناس كتير اكيد ما سمعتهاش. هو انا يعني ما كنتش فاكره السؤال بس افتكرته، ويعني انا مش عارفه ليه عملت كده، بس مفيش راجل بيعيط. ما هو اللي حصل انه خلاص عيط. هو عيط، دي مشكلته. بس لا يعني الواحد زمان كان طايش قوي. يعني السؤال كان صعب. انا معترفه ان السؤال يعني كان صعب. قصدك ان هو كان ليه حق يتضايق؟ لا ملوش حق يتضايق. ايه ده؟ ليه؟ اشمعنى؟ يعني السؤال- الاسئله كانت جريئه جدا. ما ماشي، السؤال غريب ومريب، انا مش هنكر، بس هو ملوش حق يعيط. كل واحد رد فعله بيختلف. يعيط؟ اللي حصل لا طبعا، في راجل يعيط من سؤال؟ يعني انا هاجي احرج واحد انا ما احرجتوش. واتدخل لا على وأقول فكره له انا افتكرت السؤال ما غير كانش- رد فعلك؟ ما كانش شخصي قوي، يعني كان شخصي نص نص. نص نص. يعني شايفه ان كون ان هو انفعل واتضايق فدي افوره منه. بس انا دلوقتي عمري ما اسال سؤال زي ده طبعا. كان ايه السؤال؟ لا مش هنقوله ابدا. ده بص، ده في يعني هينطوي مع الماضي، يتحط كده مع الماضي ويتقفل عليه بقى. اوكي طيب، عايزين بقى في سؤال مهم جدا، وهو جهاد التبعي البلوجر. تقول ايه لجهاد التبعي الصحفيه؟ يعني كنتي بتكبري المواضيع قوي، وست كده ايه، عاقله قوي ورزينه قوي، والحياه محتاجه الانسان يبقى يخفف الحاجات، فاهم؟ بمعنى يعني ممكن نفس الموضوع تناقشه بشكل جد قوي وتناقشه بشكل خفيف اكتر. فانا شايفه الحياه محتاجه التخفيف. اوكي طب وتقول ايه برضو لجهاد المذيعه؟ لا هي جهاد مش مذيعه اصلا، يعني هما مش معنى ان انا قدمت برنامج قبل كده مثلا ان انا مذيعه، هي تجربه مش هتتكرر تاني؟ معرفش، ممكن، بس يعني ما بحبش، فاهم؟ اللي هو التزم بحاجه. الميزان بالنسبه لجهاد ايه؟ برجي اللي هو اعظم برج في الدنيا. غرور ولا ثقه؟ لا غرور ايه؟ ده البرج هو اللي اعظم برج، مش أنا. يعني مين اللي قال ان هو أعظم؟ انا بقول لك انت بتقولي برج الميزان اعظم دي برج. بتقوليها عن غرور، ناتجه عن غرور ولا لا. عن ثقه؟ طب ما هو ده ما انا كده بقول على ميزانيين تانيين. يعني اي حد برج الميزان بيبقى جامد. يعني انت شايفه ان برج الميزان اعظم برج؟ هو برج القاهره؟ برج الميزان اعظم برج في الدنيا، يعني مفيش حد برج الميزان مش فظيع. طيب والله بصي، انا هسيب الموضوع ده والحكم ده للناس اللي للجمهور برج الميزان اللي بالظبط، هتعلق، وبقيه الابراج التانية اللي ليها حق التعليق برضو على النقطه دي. عمرك ما هتلاقي برج مأذي من برج الميزان. طب ولو قلت مش لك ان انا جوزاء. اتاذيت من برج الميزان؟ لا دي تجربتك الشخصيه، طيب، انا احترمها، بس يعني دي حاله ماشي. فرديه.
حاله فرديه. طيب يعني انا بتمنى بقى اللي يشوفوا الحلقه انت يقولوا لنا انت هل في حد منهم اتاذى قبل كده من برج مستحيل. الميزان ولا لا؟ مستحيل لو حد اتأذى تبقى حالة هنشوف. فردية. هنشوف. طيب قولي لي ايه اكتر صفه فيكي ميزان قوي؟ التردد. مش بحب اخد قرارات، يعني احب اسيب حد تاني ياخد القرار الكبير بس انا اخد القرارات اللي في النص. يعني ايه قرار كبير وقرار في النص؟ يعني متردده في اي حاجه كبيره، اي قرار كبير ببقى متردده قوي، مش من باب ان انا ضعيفه يعني ما مثلا. تقدريش تاخدي قرار حاسم فيصلي لا مثلاً. باخد، بس ايه، بس برجع اتردد تاني. مم. مش من باب انه ان احنا شخصيتنا ضعيفه، لا احنا شخصيتنا قويه جدا، بس من باب انه دايما في احسن. طب ما نستنى يمكن في حاجه احسن، فاهم؟ فهمت قصدك. طيب ايه اكتر حاجه بتحبيها في السوشيال ميديا؟ اكتر حاجه بحبها في السوشيال ميديا، يعني بحب اقرا تعليقات الناس قوي على اي حاجه، مش على حاجاتي انا بس، يعني احب اي فيديو اتفرج عليه اسيب الفيديو واقعد اقرا في التعليقات. دي بالنسبه لك ممتعه؟ عالم موازي. بغض النظر عن التعليقات دي كانت ايه؟ عالم موازي. طيب واكتر حاجه بتكرهيها جدا في مم. السوشيال ميديا ممكن تقفل لك مودك لا انا مفيش حاجه بتقفلني مودي كده كده. او يعني تعكر صفو مزاجك شويه؟ لا ولا حاجه. يعني شايفه ان السوشيال ميديا ما فيهاش اي سلبيات بالنسبه لي مفيش اي سلبيات نهائي؟ نهائي. محدش يقدر يضايقني يعني. ما هي مش شرط يعني يكون حد مع- بيضايقك بشكل شخصي، يعني هي ممكن تكون حاجه انت شفتيها مثلا، فيديو معين، بوست معين من حد، انت شايفه ان بتجاهله. هو مش لطيف او ما ينفعش ان هو ينزل. بسكت. بعمل أوكي، سكت بس ما بتاثرش على مودك خالص. نهائي. مفيش اي حاجه بتاثر على مودي. طيب لو منزله صورتك وحد عمل لك رياكت ضحك بتكون ايه رد فعلك؟ لا مش هينفع اقول رد فعلي الحقيقي عشان يعني ادينا حاجه تقريبيه يعني. لا هو رد فعلي الحقيقي بيبقى شرير جدا، وانا مش هقدر اقول رد فعلي الحقيقي. هل رد فعلك ده بتاخديه تجاه الشخص اللي عمل رياكت ضحك ده، ولا يعني بتتعاملي مع الموضوع ازاي؟ ايوه اي حد بيضايقني باخد حقي، مش شرط أوكي. في وقتها يعني انا شخصيه مش بتسيب حقها حتى في الحاجات التافهه. يعني ممكن حد يتخيل ان هو اذاني في ظهري ما ببقى خدت حقي خلاص. قولي لي اكتر حد اذاكي وانتي رديتي له الاذيه دي باذيه على طريقه جوجو. على طريقه جوجو. على طريقه جوجو. انت بتعمل لي اجيب ورقه وقلم واكتب وراكي؟ ما مش فاكره، لان انا الحمد لله برتاح نفسيا جدا بعد ما باخد حقي، فما بحسش ان كان في اذى، فاهم؟ برتاح. الراجل بالنسبه لك بني ادم ولا انسان؟ بني ادم. بني ادم. جهاد فيمينست ولا الست امينه؟ لا مش الاتنين، انا بسكوتة. جهاد بتحب الحب ولا الحب بيحبها؟ الحب بيحبني. ممكن جهاد ترتبط بحد اقل منها ماديا؟ وفي اقل من كده؟ تبوظتي لي كل حاجه كانت في دماغي حلوه. اقل من كده ده. بتشوفي الراجل مسلي اكتر ولا الفشار؟ لا الرجال. ايه هي الريد فلاج اللي ممكن تقفلك من الشخص اللي قدامك؟ البخل. بمناسبه الريد فلاج، مم. بتحبي البيف برجر ولا الجرين برجر؟ لا البيف. انت عايز تضحك عليا؟ دي اجابه مصريه خدي بالك. لا انا ما باكلش طعميه. ايه اصعب على الست، ان يتسرق منها الفلوس بتاعتها ولا راجلها؟ حسب المبلغ. ايه اكتر حاجه في الستات مش مفهومه بالنسبه للرجاله ولكن هي واضحه جدا؟ احنا كل حاجه فينا واضحه. اما ده بالنسبه لكم، بس بالنسبه للرجاله انت شايفه ايه اكتر حاجه هي مفهومه بس بالنسبه ما للرجاله هو مش واضحه؟ هو ده المثال اهو، انتوا مش بتفهموا وضوحنا. يعني احنا لما بنلمح مثلا قبل كل مناسبه ان احنا عايزين هديه معينه، بننشر 500,000 بوست مثلا عن او ستوري عن الهديه دي، ويجي في الاخر يجيب لها برفيوم. ده ايه؟ ده اسمه ايه؟ ده اسمه غباء اجتماعي. اوكي. ايه رايك في التربيه الايجابيه؟ جميل. جميل حلو. معاها؟ مع مين؟ مع التربيه الايجابيه. هي حلوه بس انا مش معاها. مش معاها ليه؟ مش مع كل الناس، ما تنفعش مع كل الناس. يعني ايه اللي مخليكي شايفاها ما تنفعش مع كل الناس؟ يعني ايه السلبي اللي فيها مثلا، او ايه اللي انت شايفاه مش هيتناسب مع كل الناس زي ما بتقول؟ في مواقف في الحياه ما ينفعش ترد عليها باي حاجه في الدنيا غير الشبشب اللي طاير.
دي التربيه القديمه اللي احنا اتربينا عليها يعني. بس انا ضد الكلام ده. ما انت لسه قايله ما ينفعش لا. غير ان لازم يبقى في شبشب طاير. ماشي، ما هي دي استثناءات. استثناءات ايه بقى؟ ايه اللي يخليني احط الاستثناء ده او استخدم الاسلوب ده ان انا اطير الشبشب عليه مثلا؟ مزاجي. ازاي؟ انت دلوقتي حد ضايقك مثلا، التربيه الايجابيه ان انت شخص متحضر ترد عليه بطريقه متحضره. لا بس انا بتكلم على الاجيال الجديده، التربيه آه. الايجابيه بتاعت الاهالي اللي بيربوا الاجيال الجديده بالتربيه الايجابيه. انت ايه رايك في ده؟ هل شايفه ان هي كويسه؟ جايبه نتائج كويسه؟ ايوه كويس. فعلا. أيوة. ايه رايك في الجين زي؟ لذاذ قوي. هل عمرك دخلتي في الريليشن شيب؟ اه كتير كتير. كانت شيت فعلا؟ كانت شط. كانت يعني شيت برو بلس ولا شيت عادي زي اي شيت ممكن يعدي على الواحد؟ برو ماكس. وهنا بقى بنيجي لفقرة اللسوعة. بنسأل الضيف أسئلة اجتماعية شخصية عملية ولازم يجاوب عليهم في 5 ثواني، ولو ما جاوبش طبعا هيتلسوع. دلوقتي يا جهاد هتتسألي أسئلة شخصية أو عملية أو اجتماعية ولازم تجاوبيهم في 5 ثواني، اوكي. وعليكي إن انتي كل سؤال هتجاوبيه هتاخدي نقطة. المينيمم بتاعك 8، لو جبتي ال8 نقط صح يبقى انتي كده في الأمان. لو انتي نزلتي عن ال8 نقط هيتحكم عليكي حكم، اوكي. ولو جبتي ال10 نقط يبقى انتي ممتازة. هايل. يلا بينا. يلا. اليوم عبارة عن 24 ساعة، اه في 15 ساعة في اليوم بتعملي فيهم ايه؟ بخرج، بشتغل، بنام. جهاد قبل ما بتاكل بايديها بتاكل بايه؟ بمناخيرها، بعينيها، بعينيا. بودنها. جهاد بتنام في الشتاء بشراب ولا لكلوك؟ لا ما حافيه. سرقتي شبشب من الاوتيل قبل كده؟ اه ده اعتراف واضح وصريح. ايوه، ولسه بسرق ولسه هسرق شبشب من الاوتيل. عمرك ضربتي حد في الشارع؟ اه النص بطيخة بالنسبة لك ايه؟ الشنط اللي ماما كانت بتغصبني ان انا اشيلها وانا صغيره، فلما كبرت بقيت بجيب زيها. احنا فعلا مصادرنا دي قالت لنا ان انت تروما- عندك تروما. شنطتين كل واحدة نص بطيخ. 3 تروما صعبه جدا. ببذر ولا من غير؟ لا بس ليه نص بطيخة مش بطيخة كاملة؟ مش عارفه، هما اللي بيعملوها كده، بيصنعوا الشنطه كده. انا دايما بدور على النص التاني. ايه علاقة النص بطيخة بنص الكوباية المليان والفاضي؟ نص البطيخه نصها مليان، هي نص مليان. يعني خلاص انت مقتنعة يعني؟ انا شايفه ان دي اجابه نموذجيه. جهاد بتشوفي نفسك شخصية صعبة المنال ولا منال؟ والله انا على الله حكايتي يعني في الموضوع ده. ما على الله حكايتك يا ست. إذا أردتي شيئا بشدة يا جهاد بتطلقي صراحة وإن عاد إليك؟ باخده عادي، باخد عادي. حاجه. فليكسبل جدا. الحمد لله. لو سألتك اتخنتي كم مرة هتقولي ولا هتقولي ما اتخنتش؟ لا انا فعلا ما اتخنتش، لان انا مش بلحق اتخان يعني. قصه الحب مش بتستمر لدرجه ان احنا يحصل خيانه، فاهم؟ تنتهي بسرعه. يعني الريليشن تبقى سريعة. بلحق بقى فركش قبل ما ايه، فاهم؟ الحق قبل ما يغفلني. ايوه. جهاد هل كنتي معجبه بحد قبل كده وكان حطك في الفريند زون؟ ممكن يكون حصل ما خدتش بالي. يعني ما حاولتيش تعبري له عن حبك مثلا؟ لا لا. ف... لا لا بشكل غير مباشر؟ لا لا لا. عمرك كنتي ريباوند؟ اه قعدتي مع عريس صالونات قبل كده؟ اه. لو كنا في عالم ديزني كنت مم. تحبي ترتبطي بعم دهب ولا بطوط؟ وليه؟ عم دهب ده اللي هو البخيل بيجمع فلوس. مم. بطوط ده ايه كان بيعمل ايه؟ بطوط؟ خلاص هرتبط ببطوط. عشان احتمال ما يطلعش بخيل. لا عشان عم دهب بخيل. يوم 29/7/2019 بيمثل لك ايه؟ 5 ثواني بسرعه. ولا حاجه. متأكدة؟ شهر يوليو يعني ايه اللي هي في شهر حر يوم زي 29/7 بالذات. شهر داخلين على اغسطس، شهر حر جدا يعني، مش بيمثل لي حاجه. انت في اليوم ده يا جهاد كنت لابسه اسوره معينه كده، تقدري تفتكري تقولي لي كان لونها ايه؟ سيلفر. غلط. تايجر. انا ما عنديش غير يعني اي اسوره عندي لونها سيلفر. تايجر، ودي في صوره ومستعده اجيب لك الصوره. طب ليه ممكن حد يلبس اسوره تايجر يعني؟ ما ايه قولي ايه اللي لنفسك. دفعني لاسلوب قولي زي ده؟ لنفسك ايه اللي خلاكي تفكري تلبسي تايجر؟ ما اعرفش، غلط. طب
انا شامم ريحه غلط. احمد ابو هشيمه في الموضوع. غلط طبعا اللي انا عملته ده. جهاد، مم. بناء على اجاباتك طبعا احنا قلنا ان المينيمم بتاعك 8 نقط، لو جبتيهم هتعدي من الحكم، ولكن للاسف انت جبتي 7 نقط، فانت للاسف هيتحكم عليكي. اوكي. والحكم هو انك تغني اغنيه فرايحي بس بطريقه حزينه. اوكي. هتختاري تغني ايه؟ اغني رجب. حوش صاحبك عني. رجب اغنيه الفنانه هيفاء وهبي. وهبي. اوكي، بس هتغنيها بطريقه حزينه. هحاول بعد الشر عني يعني، بس هحاول. مش قادرة أغني. رجب حوش صاحبك عني. رجب صاحبك جنني. رجب وأنا بنت شقية. رجب. انا عايز هيفاء وهبي. ممكن أقول أغنية تانية عشان عندي أداء أحسن من كده. طبعا اتفضلي، يعني لو في اداء احلى بكتير هيبسط الناس. يلا. الهايفة برضه برضو انت واضح انك متاثره قوي بهاي. بحبها. اوكي يلا بينا. حزينة مش قادرة أحزن. هي الاغنيه اغنيه ايه؟ رجب؟ أنا هايفة. انا هايفه. طيب هي الاغنيه فرايحي، فاحنا عايزينها بقى حزينه. أوكي. مش قادرة أحزن. حاولي يعني افتكري اي موقف كان مضايقك مثلا وهيدخلك في المود. اوكي. انا هايفه، انا من غيري انا شغله الرجاله. وانا بس مش عاوزه الكلام. نعم. لا انا مستمتع. مش عاوزه منسجم. الكلام. اوكي. ودلوقتي بقى جينا للاسئله الاجتماعيه، وهنشوف جهاد هتعمل فيها ايه. جاهزه يا جهاد؟ جاهزه. بتنقي صحابك كويس ولا بتسيبيها على الله؟ بنات. مين اقرب حد لجهاد في حياتها عموما؟ بيومي. لو عندك صاحبه عكسك في كل الافكار، بتكوني اوبن مايند في الموضوع ده وبتتعاملي معاها عادي بلوك. بعمل لها بلوك. عشان عكسك في الافكار؟ عكسي في الافكار هتبقى صاحبتي ليه؟ لو قاعده مع جروب صحابك في مكان وجه حد في المكان، واحد او واحده من صحابكم انتوا ما بتطيقوهوش، هتسيبي القعده ولا هتكملي؟ لا هكمل. عجبتني الاداء. بيفرق معاكي لو حد كلمك شات وما كلمكيش بستيكرز او ايموشنز؟ بزعل قوي. عندك طنط حشريه في حياتك؟ لا. عامله بلوك لمين من عيلتك على السوشيال ميديا؟ خالتي. تعملي ايه لو صاحبتك عرفتي انها خطفت رجاله؟ تخطف من مين؟ بتعملي ايه طيب مع الناس اللي عندهم تشيبه زياده؟ ببقى اطيب منهم. جهاد لما بتظبط خروجه بتنزل فعلا ولا بتفكس؟ بنزل. بصراحه كده، خزوقتي كام واحد وواحده في حياتك؟ ولا حد. ده يتوقف برضو ايه معنى الخازوق، بس ولا حد. ودلوقتي جه ميعادنا وفقره الاسئله العمليه، وتعالوا نشوف جهاد هتعمل فيها ايه. جاهزه يا جهاد؟ جاهز. جالك استدعاء ولي امر قبل كده؟ لا. شلتي ماده قبل كده وما قلتيش لحد؟ في الجامعة، في تانية جامعة شلت مادة. من خلال خبرتك في العلاقات، مين توكسيك اكتر، الراجل ولا التلفزيون ولا السوشيال ميديا؟ الراجل. جهاد تبعي طبعا احنا مصادرنا الخاصه قالت لنا اللي هي مش عاجباكي اصلا، ان انت عندك 39 فولور على منصه اكس يا مفتريه. الله اكبر. 39؟ لا، اول حاجه طبعا انا عايز اعرفها ازاي. تاني حاجه مصادرنا قالت لنا ان انت متجاهله الفيسبوك والانستجرام والتيك توك بنسبه كبيره، ما بتركزيش معاهم قوي قد ما بتركزي مع ال 39 شخص اللي على منصه اكس. فعايزك تحكي لي ازاي وصلت لهم، دي حاجه. وتاني حاجه تقولي لي بيمثلوا لك ايه، وايه اللي شدك في ان انت تفضلي مركزه معاهم كده. بص، انا اتحدى اي حد في الدنيا ان هو يبقى عنده 39 فولور. انا شخصيا يعني يعني مش قادره اتخيل ان حد ممكن يبقى عنده 39 فولور على اكس. عملتيها ازاي؟ رقم زي ده ما حدش يقدر يحافظ عليه بسهوله، لان انت في الاخر بتحافظ ان هم ما يبقوش 40، يعني بتحمي الحاجه من انه شخص زياده يعرفها. في نفس الوقت هم 39 دول ما شكوش للحظه ان الاكونت فيك مثلا، يعني عندهم نوع من انواع الثقه ان ده اكونت حقيقي، فما اعرفش ازاي كده. طب تنصحي الناس ازاي ممكن تحاول توصل لل 39 فولور على اكس؟ لا، يجتهدوا بقى، مش كل حاجه نقلد بعض. مش
كل حاجه تقليد واقول لهم انا هو لقيتها. اكيد مش تقليد، بس اكيد يعني تقدري تقدمي لهم جزء كده من نصيحه، يعني لان الموضوع زي ما انت عارفه طبعا ومجربه مش سهل. لا مش سهل، مش سهل وخد وقت. ايه يبتدوا ازاي طيب؟ بص هو انا بس عشان انا الموضوع ده حساس عندي، عشان انت عارف ايلون ماسك وكده الاكس بتاعي. ما انت بقى اثرتي النقطه بتاعت السؤال اللي كنت هجيلك عنده. طبعا احنا سمعنا بخطوبتك من ايلون ماسك او انك كنت يعني على احنا علاقه بيه. سيبنا بعض. سبتوا بعض؟ اه يعني يا ريت ممكن تقول لنا ايه الاسباب اللي ممكن تخليكي تسيبي ايلون ماسك، وخصوصا ان احنا عرفنا ان انت اللي سبتيه على ما اعتقد، ولا انا كنت ايه عايزاه بالظبط؟ يسمي اكس جوجو، هو مرضيش يعني، مم. ما قال لي لا مم. مش كل حاجه تقوليها تمشي وكده. تمام، ومن هنا بدأ الخلاف وما كملتوش. لان دي تفصيله رمزيه بسيطه كان مم. ممكن يساعدني بيها. يعني انت شايفه ان دي اللي كانت هتبين ان هو فعلا بيحبك ولا لا؟ بس دي ما فيهاش مثلا تكاليف ولا حاجه، انا كنت عايزه حاجه رمزيه جدا ان هو يسميه جوجو. احمدي ربنا ان هو ساب لك البطه على الاكونت. طيب عامة يعني أنا بشكرك جدا يا جهاد، ويعني مبسوط جدا كنتي ضيفة جميلة وخفيفة معايا في الحلقة، وأول حلقة من الدلافين، وكنتي أول دولفين معانا، ويعني اتشرفت بيكي وبتمنى لك النجاح والتوفيق دايما. وحابة تقولي أي كلمة بعد الحلقة دي؟ شكرا يا ميلان، وانا اتبسطت والله بالحلقه قوي، ميرسي. غريبه غريبه ومريبه ومسليه. طب الحمد لله، دي أهم حاجة، وإن شاء الله نشوفك في لقاءات تانية بإذن الله. وبنشكر جهاد، وتابعونا بقى في الحلقات اللي جاية عشان هيكون معانا ضيوف سبايسي جدا في الدلافين ولسوعة على الآخر. كان معاكم أحمد ميلانو، السلام عليكم. انا قلت كده زمان قد ايه الانسان كان جريء على فكرة ده فعلا، لأن أنا زمان اكتشفت قد ايه إن أنا الإنسان كنت كان زمان جريء. عن دلوقتي. صح؟ أيوه. يا لهوي، طيب. ده قبل ما يخترعوا التفكير ده. انا بحب الشرابات الطويله. إيه نعم. ده طري قوي. خد التيك ده يا ابني.